لو كنا وصلنا للفينال هل كنا بالفعل من الممكن أن نصعد إلى منصة الذهب ونعانق أغلى كأس في العالم وهو كأس العالم؟ أغلى كأس وهو كأس العالم؟ شوف طبعا لو من عمل الشيطان ان انت تقول ولو افتراضية، لا انا هقول لك على نستبعدها، نقول هل كان في الإمكان؟ بص انا هقول لك على حاجة اللي احسن من كده. انا بالنسبة لي قبل ماتش فرنسا بطل كأس العالم الحقيقي 2022 هو منتخب المغرب. وانت قلت في الحلقه اللي فاتت تعظيم سلام للمنتخب المغربي لو انهوا كاس العالم. تعظيم سلام، مليون تعظيم سلام لمنتخب المغرب. مليون تعظيم سلام. اللي عملته المغرب ده ضرب من دروب الخيال. المغرب هي، انا بالنسبه لي كعربي وكراجل محلل وناقد رياضي، ياسين بونو هو دلوقتي حتى لو ما صعدوش لمنصه التتويج وما خدوش المركز الثالث، هو دلوقتي انا اتمنى ان يبقى في حفله وفوزي لقجع يجيب نسخه حتى لو مقلده من كاس العالم، يديها يسلمها لياسين بونو ويرفعها كده قدام 100,000 متفرج ولا 90,000 متفرج في مركب محمد الخامس ولا في اي ملعب، تكون الجماهير العربيه حاضره وشايفاه، لان دول فعلا هم دول الابطال الحقيقيين. دول الرجاله اللي جابوها بجهدهم وبعرقهم وكانوا قريبين جدا من يوصلوا المباراه النهائيه. ولو وصلوا المباراه النهائيه ولعبوا الارجنتين وفي عدل يا كولينا، لو في عدل مفيش الظلم والجريمه اللي حصلت في حق المنتخب المغربي، المغرب كان ممكن تبقى بطله كاس العالم. ودي وقتها كان شوف هتعمل ايه في الرعاه وشوف هتعمل ايه في الناس اللي دافعه ملايين والجماعه بتوع المراهنات كلام كبير جدا. لحظة. اصل الموضوع الدنيا مش سهله يعني. لا انت فتحت جزئيه كبيره، قصه المراهنات والقصص الكبيره اللي في الغرف المغلقه مش عايزين نفتحها، ولكن من الممكن عزيزي المتابع، مش من الممكن، خليني اؤكد ومش هكذب ان دي لعبه كانت ضحيتها. لا بص لا برضه احنا مش عايزين، عشان ايه احنا مش بنتكلم برضه على حاجات ان انت معاك دلائل وسندات عشان مش تحبسنا انت بعد الحلقه وتستفنا. عشان كده انا احنا بنقول توقعاته من خلال رؤيه يا عم عصام. بالظبط. من خلال رؤيه. لا انا لما بقول ان في ظلم، راي، هو في راي، ده احساس ان في ظلم وفعلا رئيس فرنسا اعترف. لكن انا مش هقدر مثلا ادخل في ذمه الحكم واقول ان الحكم مثلا تم حد دفع له. لا ما في ذمه الحكم. ما قلناش حد دفع له ولا حد. لا عايز النقطه اللي بوضحها برضو عشان نبقى ناس عقلانيين وما نضحكش على عقول الناس وعاطفه الناس. انا بقول لك انا احساسي يا عم عصام ان في ظلم والحكم ظلم المغرب. ربما الحكم لا مجال عن الاحساس، انت شفت بعينك واقع وكل العالم شافها. لا انا اقصد ايه، انا اقصد حته التعمد ان الحكم ربما اخطا وفي النهايه هو بشر. لكن انا بقول ان المنطق كان بيقول والعقل كان بيقول انه لازم يرجع لتقنيه الفار. صحيح. ابسط حاجه ان انت تنأى بنفسك عن اي كلام احنا بنقوله دلوقتي. انما انت دلوقتي ظلمت شعب وظلمت امه وضيعت حلم ملايين الناس باصرارك وعنادك. فلازم رئيس لجنه الحكام لازم يتكلم ويجي يا عم عصام لاي حكم يقول له ما تعاندش وما تكبرش.